معلومة طبية واحدة ممكن تنقذ حياتك. في ألم لما بيجي ما بيديش فرصة لحد، ينزل عليك فجأة يخليك تلف في البيت ومش لاقي وضع ترتاح فيه. ده مش مغص، دي حصوة الكلى. الألم بيبدأ فجأة من غير مقدمات، يمسك في الجنب من ورا وبعدين ينزل لتحت في المنطقة التحتانية، وأهم علامة مهما غيرت وضع جسمك الألم ثابت. تقوم تنام تتكور الألم واقف مكانه وما بيفكش. وساعات كمان تلاقي غثيان ترجيع وتبول قليل، وساعات لون البول بيبقى غامق أو مائل للإحمرار. وهنا ناس كتير بتتلخبط وتقول ده قولون. لأ، القولون بيهدى لما انت تهدى. الحصوة ترجع بنوبات وكل نوبة أوحش من اللي قبلها. وعشان نتجنب ده اشرب مية كتير، مش كوباية وخلاص. احنا بنتكلم عن 2 ل 3 لتر في اليوم، وحرفيا لازم تشرب مية. قلل الملح بيزود ترسيب الأملاح وبيكبر الحصوات. وما تكترش بروتين زيادة عن الجسم. اللحمة والفراخ بكميات مبالغ فيها بتزود تكوين الحصوات. ولو الألم شديد ومستمر روح طوارئ فورا. مفيش حد بيمسك نفسه من ألم الحصوة. أهو ده النوع الألم اللي ما بنفتش فيه، ما بنقولش هشرب نعناع وهينام. الجسم هنا بيقولك الحقني دلوقتي. فلو حسيت بالأعراض دي ما تستناش لحظة زيادة وروح الطوارئ. وخلي دايما في بالك إنك ممكن تنقذ نفسك أو تنقذ حد غيرك. شارك المعلومة، لأن مش كل بطل بيشيل سيف، في بطل بيشيل معرفة. والسلام عليكم.